السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم راح يكون عبارة عن اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الطبيعية والحياة سنة ثالثة متوسط. إذا دون إطالة أصدقائي نبدأ في الموضوع. التمرين الأول يقول: تعتبر البراكين من الظواهر الجيولوجية الخطيرة التي تحدث على سطح الكرة الأرضية. من أجل التعرف على مميزاتها نقدم لك الوثيقة واحد اللي هي هذه. إذا واحد، حدد نمط هذا البركان ومميزاته. 2. عرف الظاهرة المسؤولة عن تشكل البراكين من هذا النمط. 3. اذكر نمط آخر للبراكين. التمرين الثاني يقول: مكنت التسجيلات على مستوى محطات موزعة عبر سطح الكرة الأرضية من تحديد مسار انتشار الأمواج الزلزالية في أعماق الكرة الأرضية، وإن تباطؤ في سرعة الأمواج الزلزالية يترجم انخفاضا في صلابة الصخور. الأمواج الزلزالية تنتشر بسرعة ثابتة في الطبقات الصلبة وتتباطأ سرعتها في الأواسط المائعة. السند 1: سرعة انتشار الأمواج الزلزالية بدلالة العمق. إذن هذا هو السند الأول. السند 2: البنية الداخلية للكرة الأرضية. التعليمات: حل المنحنى الموضح في السند 1، يعني هذا المنحنى. 2. فسر تغير سرعة انتشار الأمواج الزلزالية، ثم استنتج اسم الطبقة 1 و 2. 3. سمي الطبقات الرئيسية للبنية الداخلية للكرة الأرضية. الوضعية الإدماجية تقول عليها 8 نقاط. إذن أثناء مشاهدة إلياس للشريط وثائقي حول سلاسل جبلية، ذكر المعلق أن سلسلة جبال الهيمالايا شكلت نتيجة حركة الصفائح التكتونية، ومن أجل الفهم أكثر قرر إلياس البحث حول هذا الموضوع فوجد السندات التالية. إذن السند الأول: من المعلومات التي وجدها إلياس قبل 70 مليون سنة كانت الهند عبارة عن قارة يفصل بينها وبين القارة الآسيوية محيط التيتيس، وإن اختفاء محيط التيتيس هو السبب في تشكل جبال الهيمالايا. السند 2 يقول: مراحل تشكل جبال الهيمالايا. إذن غوص القشرة المحيطية، غوص القشرة القارية، والمحيط الهندي. السند 3 يقول: فالق على مستوى جبال الهيمالايا ناتج عن الضغط. إذن هذا هو الفالق اللي ينتج على الضغط. التعليمات: باعتماد على السندات ومكتسباتك القبلية أجب. 1. فسر سبب اختفاء المحيط الذي كان موجودا بين قارتي آسيا والهند. 2. اشرح مراحل تشكل جبال الهيمالايا. 3. في رأيك ما سبب النشاط الزلزالي في جبال الهيمالايا؟ بالتوفيق للجميع. إذن هذا هو موضوع اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منه، وإذا عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش تحققكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.